مرايه الحب عمياء بقى، وحبيبي بقى، وحركات. تاني يا جماعه بنتكلم مين اللي نتجوزه ومين اللي ما نتجوزوش، بالذات واحنا على البر. وان احنا ما نسيبش خالص قلبنا هو اللي يسبق لوحده مع نفسه، وما نسيبش خالص عقلنا راكن ونقعد نبرر، لان هو كتير قوي من الزيجات الفاشله بتبدا بتبرير الاخطاء للاخر. مرايه الحب عمياء بقى، وحبيبي بقى، وحركات بقى، وبحبه يا بابا، والحاجات دي والله العظيم ما بتنفع، ما بتنفعش خالص. فاحنا لما بنشوف عيوب ما نفتح الموضوع وناخد بالنا انه هل احنا نقدر نتعايش مع العيب ده ولا لا. في علامات بتبقى واضحه جدا، فما ينفعش ان احنا نغفلها. في حاجات يا جماعه ملهاش حل، ملهاش حلول، عمرها ما بتختفي مع الزمن. من ضمنها مثلا لو حد كذاب، يعني بيكذب كتير وبيبتدي بقى ينفعل علشان يدافع عن نفسه، ويبتدي بقى يقلب الترابيزه علشان انت بتتهميني بالكذب وبتاع، انت ازاي تقول عليا كذابه والحاجات دي. لا. كمان البخل خطير جدا. هيقول ده مشاعره فياضه بس هو في الفلوس شويه. ما ينفعش، ما ينفعش. اللي في الفلوس شويه دلوقتي قبل الجواز هيبقى كتير قوي، وهيبقى حاجات اساسيه، وهيبقى حاجات فظيعه، فالموضوع هينتهي. فالكذب والبخل لا يمكن نقبلهم.